بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح خطابه أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة كأول رئيس عربي يفعل ذلك. في عهده عاشت الجزائر العصر الذهبي دبلوماسيا واقتصاديا. انتقلت معه الجزائر من دولة حديثة الاستقلال تصارع من أجل البقاء إلى دولة فاعلة إقليميا ودوليا. شخصيته سحرت وألهمت الجزائريين بكاريزما ثورية وسياسية وقومية صارمة لا مكان معها لخيانة الوطن. لعب دورا هاما في الساحة الإفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد. تحدث العديد من الأشخاص عن علاقته بوالدته، فما قصته معها وكيف هددته بأنها ستشتكيه إلى الحكومة. ولد بومدين في 23 أغسطس عام 1932، واسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة. رفض الالتحاق بالجيش الفرنسي عندما تم استدعائه، حيث كانت فرنسا تعتبر الجزائريين مواطنين فرنسيين وتجندهم بين صفوف جيشها، وهرب إلى تونس، ومن تونس إلى مصر، حيث أكمل دراسته في الأزهر، واستطاع الجمع ما بين الدراسة والنضال السياسي، كما تدرب على حمل السلاح في صفوف الجيش المصري. تمر السنوات على رحيل الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وتبقى مسيرته وأقواله خالدة في ذاكرة الجزائريين. محطات مضيئة أدخلت ثاني رئيس للجزائر التاريخ من أوسع أبوابه، وأبقته في قلوب ملايين الجزائريين حتى عند الأجيال التي لم تعاصر عهده الذي دام 13 عاما. وفي سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان الرئيس هواري بومدين في زيارة لوالدته، وكانت والدته تجلس بجوار أخيه الأصغر سعيد بوخروبة، فقال بومدين لأخيه: ما رأيك أن تذهب إلى الخدمة العسكرية؟ لكن بوخروبة طلب منه أن يعفيه من هذه المهمة الوطنية، وذهب يهمس في أذن والدته أن تخبر بومدين ألا يدفعه للذهاب للخدمة، وأن يدعه يكمل دراسته. وقال لأمه: إن بومدين سيذهب بي للجيش والصحراء والعقارب، وسيبعدني عنك يا أمي. عندها حزنت على ولدها وقالت: ورحمة السعيد، لا تذهب بأخيك إلى الخدمة العسكرية وتبعده عني، وإلا سأشكوك إلى الحكومة. وقد كان رد أم بومدين طبيعيا، فهي لا تعلم أن ولدها هو الرئيس. فتعالت ضحكات بومدين وقهقهته بطريقة جنونية، وقال: كيف تشكينني للحكومة يا أمي وأنت مع الحكومة بنفسها؟ ثم قال لها: واجب عليه أن يذهب للخدمة العسكرية كبقية الشعب. ثم زمجر وقال لأخيه: اسمع يا أخي، ستذهب مجبورا، وإلا سأبعثك لأقصى جنوب تمنراست. وما هي إلا أيام وتم إرسال بوخروب لأداء الخدمة العسكرية، ولمدة عامين كاملين. تخيل أنه حكم الجزائر 13 سنة وأمه لا تعلم أن ابنها هو رئيس الدولة، كما أنه وفي فترة حكمه لم يترك ولا أحدا من عائلته يتقمص منصبا حكوميا. ولما مرض في آخر حياته ظل 45 يوما وهو في غيبوبة، ولم يجلس أحد في كرسي الرئاسة احتراما له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح خطابه أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة كأول رئيس عربي يفعل ذلك. في عهده عاشت الجزائر العصر الذهبي دبلوماسيا واقتصاديا. انتقلت معه الجزائر من دولة حديثة الاستقلال تصارع من أجل البقاء إلى دولة فاعلة إقليميا ودوليا. شخصيته سحرت وألهمت الجزائريين بكاريزما ثورية وسياسية وقومية صارمة لا مكان معها لخيانة الوطن. لعب دورا هاما في الساحة الإفريقية والعربية، وكان أول رئيس من العالم الثالث تحدث في الأمم المتحدة عن نظام دولي جديد. تحدث العديد من الأشخاص عن علاقته بوالدته، فما قصته معها وكيف هددته بأنها ستشتكيه إلى الحكومة. ولد بومدين في 23 أغسطس عام 1932، واسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة. رفض الالتحاق بالجيش الفرنسي عندما تم استدعائه، حيث كانت فرنسا تعتبر الجزائريين مواطنين فرنسيين وتجندهم بين صفوف جيشها، وهرب إلى تونس، ومن تونس إلى مصر، حيث أكمل دراسته في الأزهر، واستطاع الجمع ما بين الدراسة والنضال السياسي، كما تدرب على حمل السلاح في صفوف الجيش المصري. تمر السنوات على رحيل الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وتبقى مسيرته وأقواله خالدة في ذاكرة الجزائريين. محطات مضيئة أدخلت ثاني رئيس للجزائر التاريخ من أوسع أبوابه، وأبقته في قلوب ملايين الجزائريين حتى عند الأجيال التي لم تعاصر عهده الذي دام 13 عاما. وفي سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان الرئيس هواري بومدين في زيارة لوالدته، وكانت والدته تجلس بجوار أخيه الأصغر سعيد بوخروبة،
فقال بومدين لأخيه: ما رأيك أن تذهب إلى الخدمة العسكرية؟ لكن بوخروبة طلب منه أن يعفيه من هذه المهمة الوطنية، وذهب يهمس في أذن والدته أن تخبر بومدين ألا يدفعه للذهاب للخدمة وأن يدعه يكمل دراسته. وقال لأمه: إن بومدين سيذهب بي للجيش والصحراء والعقارب وسيبعدني عنك يا أمي. عندها حزنت على ولدها وقالت: ورحمة السعيد، لا تذهب بأخيك إلى الخدمة العسكرية وتبعده عني، وإلا سأشكوك إلى الحكومة. وقد كان رد أم بومدين طبيعيا، فهي لا تعلم أن ولدها هو الرئيس. فتعالت ضحكات بومدين وقهقهته بطريقة جنونية، وقال: كيف تشكينني للحكومة يا أمي وأنت مع الحكومة بنفسها؟ ثم قال لها: واجب عليه أن يذهب للخدمة العسكرية كبقية الشعب. ثم زمجر وقال لأخيه: اسمع يا أخي، ستذهب مجبورا، وإلا سأبعثك لأقصى جنوب تمنراست، وما هي إلا أيام وتم إرسال بوخروب لأداء الخدمة العسكرية ولمدة عامين كاملين. تخيل أنه حكم الجزائر 13 سنة وأمه لا تعلم أن ابنها هو رئيس الدولة، كما أنه وفي فترة حكمه لم يترك ولا أحدا من عائلته يتقمص منصبا حكوميا. ولما مرض في آخر حياته ظل 45 يوما وهو في غيبوبة، ولم يجلس أحد في كرسي الرئاسة احتراما له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.